صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. انا امبارح اتسألت سؤال، فبرضه حبيت انا اعمل بيه فيديو عشان خاطر الناس تبقى فاهمة. تمام. احنا النهارده الحد، الساعة دلوقتي النهارده 14. تمام. الساعة دلوقتي حوالي 8 وتلت كده يعني. امبارح واحد سألني بيقول لي يا استاذ احمد، انا معايا جواب مرافق، ينفع المعاق يسوق العربية؟ فطبعا بديهي لا. اوكي. طالما الجواب مكتوب فيه لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج لشخص آخر، يبقى القيادة أصلا ممنوعة على صاحب الجواب. ركزوا في الكلام ده عشان في ناس بتستهتر بالحاجات دي، يقول لك دي عربيتي وبتاعتي ومش عارف ايه، وانا طبعا من حق اسوقها. لا، الكلام ده مش صح. ماشي. وركزوا في شويه حاجات اللي عايزكم تركزوا فيها قوي عشان ما تتلخبطوش، حتى اللي بيشتري جواب برضه يبقى فاهم. ماشي. الجواب اللي مكتوب فيه لا يمكن القيادة بنفسه ويحتاج لشخص آخر، احنا قلنا قبل كده. تمام. مين اللي يسوق برخصة عادية ومين اللي يسوق برخصة مهنية. ماشي. اللي يسوق بالرخصة العادية ده هو أقارب الدرجة الأولى، اللي من الشخص واللي هو جاي منهم. الدرجة الأولى للشخص اللي هو الأب والأم، ماشي، وأولاده. احنا قلنا زوجته لأ. ماشي. فطالما جوابه طالع ان هو لا يمكنه القياده بنفسه يحتاج لشخص اخر، يبقى المعاق نفسه ممنوع من قياده السياره اصلا. لو اتعرض لاي لجنه بيعرض نفسه برضه للخطر. اوكي. طيب، الشخص اللي هو مكتوب جوابه يمكنه القياده بنفسه ويحتاج مثلا اي تجهيز ايا كان من مكتوب، يمكنه القياده بنفسه، ده يبقى هو اللي يسوق العربيه، ما ينفعش اي حد تاني يسوقها، ولا ابنه ولا اخوه ولا خياله. انا باكد عليكم، القانون بقى شديد وصريح. القانون بقى ايه؟ شديد وصريح. يمكن القيادة بنفسه، يبقى محدش يقدر يسوق العربية اصلا غير المعاق شخصيا فقط لا غير. مفيش اي حاجات تانية ممكن تنفع، ولا يعمل توكيل ولا ما يعملش توكيل. ماشي. بالنسبة لعربيات المعوقين، احنا قلنا ونبهنا، هتنزل لجان، هتعدي على بيوت المعاقين، فين العربية، فين رخصتك. الموضوع بقى شديد، والاشد منه بقى ان هو اصلا لو اللجنه دي اتمشى في الشارع وشافت عربيه معوقين، هتشوف صاحبها فين. الموضوع ما بقاش سهل، والله العظيم ما بقاش سهل. يعني انا مثلا فاضل عربيتي تحت بيتي، بتيجي مثلا اللجنه تعدي، شافت عربيه معوقين، فين صاحبها، ساكن فين، بيدوا على الشقه اللي هي تبع العربيه. لو طلع بقى ان العربيه دي مش عند مكان صاحبها فعلا، برضه بيبقى فيها مشاكل. فيا جماعه الموضوع بقى عايز حرص وتدقيق قوي. الموضوع ما بقاش سهل. الحكومه صحصحت، وطبعا البركه في مين بقى؟ البركه في السماسره بتوع النت، اللي يقول لك الجواب ب 60 و70 و80 و90، بقت ليله كبيره. الحاجه التانيه برضه حاجه مهمه جدا لاي حد عايز يجيب عربيه لنفسه، ايا كان بقى شاري مش شاري، يعني شاري جواب او لا. لا، دي برضه نصيحه عامه يعني. بيجي لك بعض الناس على النت يقول لك احنا ممكن نجيب لك العربيه من بره ونعمل لك ونسوي لك. تمام. طيب، دلوقتي انت رايح تتعاقد مع واحد، انت ولا شايف السجل التجاري ولا شايف له الهوا. ده راجل فتح محل وطبع عقد وخلاص، اروح اديه الفلوس. الحاجه التانيه، لو افترضنا الراجل ده كويس، احنا بنفترض كل شيء اهو، الحلو والوحش. لو افترضنا الراجل ده كويس وعنده حد بره بيجيب عربيات، يبقى لازم العربيه اللي هو بيوريهاني، تمام، يبقى الفيديو اللي انا بتفرج عليه فيديو كله متصل ركزوا في الحته دي قوي قوي. يعني دلوقتي مثلا واحد بيوريني عربيه الانترا ايا كان موديلها مثلا، يبقى الفيديو ده ما يبقاش فيه تقطيع، اشوف الفيديو كله بالعربيه كلها، ويكون جايب لي رقم الشاسيه نفسه من ضمن التصوير، عشان ما يجيش حد يجيب لك صوره، يعني يصور عربيه كويسه
ويقوم بعد كده وموقف الفيديو وجايب لك مثلا ايه رقم شاسيه عربيه تانية. لا، لازم تتفرج على الفيديو كله وما بقاش فيه تقطيع على العربيه كامله كلها بما فيها رقم الشاسيه. خدوا بالكم يا جماعه، الموضوع ما بقاش سهل، الموضوع ما بقاش سهل. عربيات المعاقين دلوقتي مش هيبصوا عليها في الطريق بس، ده هيدوروا عليها، هيجي لك البيت، هيجي لك الغيط، هتلاقيه طالع لك من تحت السرير يا عم. فكل واحد ياخد باله من حاجته يعني. اوكي. وبعدين طبعا يعني انا مش بشجع، بس انا هنبه طبعا اي حد مثلا نفترض ان هو جاب عربيه معاقين، لا شوف لك محل اركنها فيه، شوف لك محل يحطها فيه. لان لو شاف في الشارع هيجيبوا الشقه اللي تبع العربيه، يشوف هل هو المعوق ولا بقى يجاوب. ربنا يوفقكم، خدوا بالكم. وهعيد تاني من الحته بتاعت الاول ديت في عجاله كده. الجواب المرافق ممنوع صاحب العربيه يسوقها حتى لو ما كان معاه رخصه قبل كده. الجواب واضح وصريح ان هو لا يمكنه القياده بنفسه. تمام. لو هيبقى في مثلا سواق مرافق بالنسبه له، اللي بيركب الرخصه الخاصه بالعربيه بتاعت المعوق اللي هو جواب مرافق، ده يبقى الاب او الام او الاولاد فقط. الزوجه اصلا مش درجه اولى. ماشي. الجواب يقود بنفسه، ده اصلا ما فيش حد يقدر يسوق العربيه، ولا حتى الابن ولا خيال المعوق، ولا في توكيلات في عربيات المعوقين دلوقتي. كل واحد ياخد باله. نهاركم ابيض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.